وده عن شهادات 27% و23.5% بالبنك الأهلي وبنك مصر. إصدار أعلى عائد 30% لمدة عام واحد، والعائد بيصرف شهري وسنوي. تعال نشوف التفاصيل الجديدة والفايدة الجديدة. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش تشارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفائدة. وبعد اللايك والاشتراك في القناة تعالى بينا نشوف الفيديو الجديد. نظرا للتطورات الأخيرة بخصوص أسعار الفايدة سواء عالميا ومحليا وأسعار الذهب، وبداية للدخول في ركود اقتصادي عالمي كبير، وده كان تصريح من الرئيس عبد الفتاح السيسي إن في احتمال دخول العالم في ركود اقتصادي كبير الأيام القادمة، والتخوف من بدء تخفيض أسعار الفايدة المفاجئ والذي سوف يؤدي إلى آثار عكسية، ومع ارتفاع أسعار الذهب إلى أسعار لم يصل إليها من قبل. وهيكون اجتماع الفدرالي الأمريكي يوم 6 و7 نوفمبر القادم من أهم الاجتماعات القادمة، وكمان انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية، لأن لو الفدرالي الأمريكي خفض أسعار الفايدة في الاجتماع القادم هيكون قرار كبير جدا، لأن البنوك المركزية حول العالم هيكون في تخفيض كبير في جميع البنوك العالمية وجميع الدول الناشئة ومنهم البنك المركزي المصري. وكمان دراسة البنك الأهلي وبنك مصر إيقاف الشهادات المرتفعة العائد زي الشهادات 27% السنوية لمدة عام واحد، وأيضا شهادة 23.5% الشهرية لمدة عام واحد، وذلك منذ فترة بيتم دراستها، وإصدار شهادات أخرى بعائد أقل، وذلك بسبب ارتفاع العائد على الشهادات المتاحة اللي هي 27% و23.5%، ولجذب المزيد من العملاء على الشهادات المتناقصة العائد اللي هي الشهادات لمدة 3 سنوات اللي هي سواء 30% السنوية لمدة 3 سنوات متناقصة العائد، أو الشهادات 26% الشهرية المتناقصة العائد لمدة 3 سنوات سواء في البنك الأهلي أو بنك مصر. لكن كانت هناك مفاجأة جديدة بإصدار بعض البنوك عوائد مرتفعة مرة ثانية، والعائد هنا وصل إلى 30%، أعلى عائد لمدة عام واحد موجود في البنوك العاملة في مصر، حيث تم إصدار حساب توفير جديد يصرف العائد 30% سنويا، وعائد نصف سنوي 25%، وأيضا بيصرف عائد ربع سنوي 24.5%، وأيضا عائد شهري 24%، ويمكن سحب وإيداع أموالك في أي وقت، وذلك عكس الشهادات اللي ما بتقدرش إن أنت تكسرها إلا بعد 6 شهور، وكمان بيكون خسارة 70% من أرباح العائد بتاعك. حساب التوفير ده بيصدر في المصرف المتحد بكل فروع على مستوى جمهورية مصر العربية، تقدر تربطها من أي فرع على مستوى الجمهورية. وانتظر مننا باقي التفاصيل الفايدة القادمة، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، والأيام القادمة هيكون أيام هامة جدا بسبب اجتماع الفدرالي الأمريكي القادم وانتخابات الولايات المتحدة الأمريكية اللي هتأثر في أسعار الفايدة وركود اقتصادي. كل ده هنشوفه، كمان أسعار الذهب وتطوراتها. كل اللي عليك إن أنت بتشترك في القناة وتفعل الجرس واللايك للفيديو يوصلك مننا إشعار من القناة.